عمرك خدت بالك من حاجة غريبة؟ تعال انا اقول لك ايه هي. في مساحات اراضي فاضيه عملاقه جوه وبره المدينه. سؤال بقى منطقي جدا اي حد بيجي في باله، ليه احنا سايبين المساحات دي فاضيه وبنروح نبني في الصحراء؟ وهل هي اراضي اصلا مؤهله للبنى ولا لا؟ ولو مؤهله فاحنا بقى مستنيين ايه؟ تعالوا نفهم السر. عندك مثلا منطقة المقطم، المكان ده صعب ان هو يتبني عليه بسبب طبيعة الارض نفسها. السبب التاني وهو الاهم، الملكية. الأراضي دي مش عامة كده وخلاص لأي حد، لا، دي يا إما بتكون أرض تابعة لوزارات وجهات حكومية، أو بتكون أملاك خاصة لشركات قطاع أعمال أو مستثمرين قدام سايبينها كمخزن، أو بيكون عليها نزاعات قضائية بقالها سنين. طب إيه يا ترى بقى اللي يخلي الأرض دي مؤهلة أو غير مؤهلة من أساسه للبنى؟ البنية التحتية الجوفية، هل ينفع إن إحنا نمد ليها شبكات صرف صحي ومية وكهرباء؟ تاني حاجة شبكة الطرق، هل المكان ده هيربط المدينة ببعضها؟ تالت حاجة صلاحية التربة، قدرة تحمل التربة للأبراج والمنشآت التقيلة. طب ايه اللي يحصل لو احنا توسعنا فيها بدل الصحراء؟ خلونا نقسمهم لمميزات والعيوب. توفير وقت وفلوس، دي أهم حاجة، مش هتحتاج إنك تبني محطات كهرباء أو مية من الصفر، هتعمل مجرد امتداد للشبكات القريبة. أما بقى العيوب فخلينا نقول إن أهمهم الضغط الرهيب، أنت كده بتزود الكثافة السكانية في قلب العاصمة. تاني حاجة اسمها Urban Heat Island Effect أو ظاهرة الجزيرة الحرارية الحضرية، بمعنى إن الفراغات أو المساحات الفاضية جوه المدن بتمتص حرارة أقل مقارنة بالأسفلت والمباني اللي بتخزن الحرارة طول النهار. فتحويل الفراغات دي لكتل خرسانية بيكتم نفس المدينة وبيزود درجة الحرارة في المحيط ده مقارنة بالمناطق المفتوحة. في النهاية الأرض الفاضية اللي بتشوفها وانت سايق على الدائري أو المحور وراها قصة طويلة من الجيولوجيا والملكية وغيرها، والموضوع مش مجرد حتة أرض أو أسمنت كده وخلاص. قولولي بقى إيه أكتر مساحة أرض فاضية بتشوفوها في القاهرة وبتستغربوا هي ليه لحد دلوقتي ما اتبناش عليها؟